السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشيد أبو زيد، وعلم الكلمة القديم في الخط المصري القديم وعلاقته باللي بنتكلمه الآن، ما ننطقه اليوم. يا ترى هل الخط المصري القديم سجل كلمات بتنطقها البشرية الآن ولا ما سجلش؟ الفيديوهات متعددة على الصفحة عندي أو على قناة اليوتيوب، روح ودور وهتلقى الإجابة إن شاء الله. وعلى اليوتيوب هتطلق فيديو صغير كده مدته 3 دقايق بيشرح لك إيه هو الخط المصري القديم وإيه علاقته بالكلمات. طيب إيه اللي معايا في الفيديو ده؟ كلمة آمين. كلمة آمين كلنا مختلفين عليها. يا ترى إيه مصدرها؟ مصدرها مين؟ المشكلة عارفين المصدر فين وبندور على مصادر متعددة. يا جماعة والله المصدر واحد. المصدر واحد. لكل شيء جذر. يعني ايه جذر؟ يعني أساس، بداية. البشرية كلها مين بدايتها؟ مين الجذر بتاعها؟ آدم. هو البداية، بداية الخلق. آدم ده نزل أخرس ولا نزل بيتكلم؟ ربنا علمه الكلمات، اداله الجذور الأساسية للكلمات. ما دي الجذور. الإنباء بالأسماء هو الإخبار بمدلول الكلمات. فسيدنا آدم كان عارف مدلول الكلمات بمنطقها بمعناها الأساسي، ربنا علمها له. احنا تورثناها من جيل لجيل. طبعا في كل مرحلة من المراحل كنا بنشتق كلمات مشابهة متعددة، اسمه متشابه. لكن المثاني هو الأساسي، هو الجذور الأساسية للكلمات. عشان تبقى فاهم ما معنى مثاني، دي الجذور الأساسية للكلمات. فالجذور الأساسية للكلمات مش شرط هتبقى في القرآن بس، لا، دي موجودة كمان في كلام البشرية، موجود. ما احنا ما جبناش كلام من عندنا، الكلام ده بتاع الخالق علمهن. المهم، لقيت من خلال دراستي الخط المصري القديم ان هو سجل جذور الكلمات، فبناء عليه بقدر بكل سهولة اعرف اصل الكلمة ايه، يعني مدلولها، معناها، جذرها او جدرها بالمصري. يعني كده بروح افضل ماشي مع الكلمة لغاية ما اوصل للجدر بتاعها واعرفها هي جاية منين. كلمة آمين. آمين تتكتب كده في الخط المصري، في الخط العربي. آمين ده شكل من الأشكال اللي اتخذته البشرية في التعبير عن المخرج الصوتي للكلمات. يعني ده تعبير شكلي، تعبير شكلي. كل واحد فينا من البشر استخدم تعبير شكلي معين للتعبير عن الكلمة. وبرضه اختلفنا مع بعضنا في المخارج الصوتية في استخدام الكلمات. في ناس بتقول لك آمين، وفي ناس تقول لك آمن، وفي ناس تقول لك في كلمات متعددة. يعني ممكن اللهجات تبقى متعددة لكن يظل المعنى واحد. طيب بمناسبة أمن أو آمن أو آمن أو الإله مين، في بعض الناس استخدمت الكلمة دي قاعدة ترجع للإله مين. طيب أنا أسأل الناس دي سؤال، إن كانت ترجع للإله مين أو آمين أو آمن، إيه معنى آمين أو آمن؟ يعني الأمان؟ طب ماشي، سيبك من الكلام ده. لا تنطبق المعنى ده مع سياق الكلمة بعد دعاء. الكلمة بعد دعاء، بعد دعاء معناها لها معنى مهم جدا. انك بتطلب زي الكلام ده، انت بتقول كده يا رب اديني زي الشخص ده ما بيقول. انت بتأمن على كلامه، يعني بتؤكد ان انت عايز الكلام ده، انا لا ارفضه، انا عايزه. ما ده المعنى في خط المصري القديم. كيف تكتب في الخط المصري القديم؟ هل تعلم ان هي عبارة عن جملة من مقطعين وممكن تنفع كلمة واحدة؟ انا هجيب لك الاثنين وانت اختار. هكتبها لك كلها على بعضها الاول. ده طائر العقاب، ده طائر العقاب بينطق ألف، وأدي البومة بتنطق ميم. دي دي كلمة إيه معناها؟ ليها مخصص. افهم معنى مخصص في الخط المصري القديم. دي قبضة مضمومة. يعني مخصص شيء بيعبر عن معنى الكلمة. ده معنى المخصص في الخط المصري القديم. هو خصص شكل معين بيقول لك ان الكلمه دي معناها كده، وهي معناها فعلا كده. زي امم. ما معنى تاميم قناه السويس؟ امم يعني جعل الشيء في حوزته. جعلنا قناه السويس في حوزتنا. يعني جعل الشيء في الحوزه، وهو الاستحواذ، او استحوذ على، هو الحصول على الشيء وجعلته في ملكك انت. دي خلاص، انا عايز امسح من هنا عشان هكتب جنبيها باقي الكلمة. تمام؟ دي جعله في الحوزة، جعله في الحوزة. كمالة الآمين، كمالة آمين
دي كلمة تاني موجودة في الخط المصري القديم. ده وعاء، ده وعاء فيه من فوق حاجة زي النار كده، وهنا فيه تكملة تاني صوتية، ده بينطق مي وده كسرة تاني، الاتنين دول هينطقوا ياء مع بعض. وهنا دي النون، الموجة نون. طائر العقاب ده بينطق فتحة هنا مش ألف، ما طائر العقاب ليه منطوق ألف وفتحة، هنا ألف هنا فتحة هنا فتحة، يعني دي نون فتحة. نعم نون فتحة. في مخصص هنا للكلمة دي، إيه المخصص ده؟ شخص جالس كده قاعد وإيده ناحية الفم، الشخص ده معناه بيتكلم، الشخص ده بيقول حاجة، بيتحدث. بيقول إيه الشخص ده؟ بيقول إيه؟ بيقول ده معناها مين، بتنطق مين 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 أو مينا مينا مينا، أو هتسكنها مين وتلغي الفتحة. مين، ما معنى مين؟ بص، بطريقة مماثلة، مثل ذلك، يعني زي ده، زي الكلام ده. فيصبح المعنى يا رب اجعل في حوزتي زي ما بيتحدث الشخص ده اللي بيدعو. عشان كده بعد الفاتحة بنقول أمين. ليه؟ فيها دعاء، فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. فاللي بيقرأ الفاتحة ده كأنه بيدعو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيجوا اللي وراه يقولوا إيه؟ آمين، يعني يا رب ادينا زي الراجل ده ما بيقول، احنا عايزين من ده. المعنى كده، المعنى ايه؟ احنا عايزين من ده يا رب، ما تحرمناش، ادينا من اللي بيقولوا الدعاء اللي بيدعوه الشخص ده، كده كأننا احنا داعينا زيه او قلنا زيه، فاحنا بنؤمن على كلامه. يعني نؤمن يعني بنأكد ان احنا عايزين الكلام ده. شفت المعنى متوافق؟ ده مش متوافق، الحمد لله وضح لك المعنى بصورة كبيرة جدا، فتصبح دي هي دي آمين، ودي آمين. هنا آمين هي في الخط المصري القديم لما يجي ميم ورا بعض ينطق ميم واحدة، فآمين. آمين يعني يا رب اديني زي ده، مثل ذلك، مثل ذلك، ادي امين. تعال في اللغه الانجليزيه، في امين في اللغه الانجليزيه، لا هم خدوها حطوها في معنى تاني. في عندهم مينز، فيه مين. ايه المين في اللغه الانجليزيه؟ ما هي مين، هي دي مين بطريقه مماثله، يعني زي ده. ما هي دي مين، يعني بتعني ايه؟ دلاله. ودي دلاله يعني بناء على ذلك، ما ده دلاله مين. وفيه مينز. الاولانيه مينز يعني ايه؟ النيه الى الاشاره الى فكره او شيء معين يدل على، وانا بدل الخلق بقول له يا رب انا باشير الى ذلك المعنى ان تعطيه لي. في مينز معناها اجراء او نظام يتم من خلاله تحقيق نتيجه. مينز ده يعني انا عايز النتيجه دي يا رب، انا عايز المعنى ده يا رب. فدي هو لان الجذر واحد يا جماعه، والله الجذر واحد في علم الكلمه للبشريه. احنا فرقنا بعضينا في المعاني، احنا نختلف مع بعضينا، كلنا بنختلف في اللسان اللي هو اللهجه، لكن ثق تماما مهما اختلفت اللهجه يظل المدلول واحد. هنا مين في الخط المصري القديم يعني بطريقه مماثله مثل ذلك، هو مين في الخط الانجليزي بمعنى دلاله، هو امين في الخط العربي اللي احنا بننطقه ده معناها دلاله. يا رب انا عايز دلاله زي دي بالظبط، يعني انا عايز معنى زي ده بالظبط. هو كله متصل مع بعضيه. البشريه واحده متصله كده مع بعض، احنا قطعناها وفرقناها. ان شاء الله من خلال الخط المصري القديم بفضل الله عز وجل هنحاول نرجع البشريه تاني مع بعضها كده ان شاء الله، تحت بند جذر الكلمه الاساسي اللي هو واحد، المنبع واحد. طالما المنبع واحد ثق تماما المفروض الافرع النهايه هتبقى منتميه للاصل، ما جابتش حاجه من عندها. احنا كبشر كلنا ما اخترعناش كلمات من عندنا، اخترعنا مشتقات، لكن لا بنخترع جذور، لا نملك المنبع الاساسي للجذور عشان نطلع جذور. عربيه دي معناها المخزون لدى الخالق، ده منطوق مخزون لدى الخالق عز وجل. عربيه دي مش مع حد فينا، لا نمتلكه، احنا امتلكنا جزء من عربيه. هل تعلم ان كل البشر اعجمي؟ يا عم ازاي؟ في فيديو موجود عندي
عندك على قناة اليوتيوب أو على الصفحة بيوضح لك معنى عربية وأعجمية، روح شوفه إن شاء الله هتحاول تفهم مع بعض واحدة واحدة لغاية ما نوصل للحقيقة إن شاء الله. ده كل شيء عن أمين، هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.